السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم جبت لكم وصفة حلوى من حلويات الزمن الجميل، فوكاستيل بذوق الليمون، اقتصادي خفيف، تقدميه مع العصائر في النجاحات، سريع التحضير، ما تزيديش تستغني عنه خلاص. نتمنى الوصفة تنال اعجابكم وتجربوها، وعلى بركة الله نبداو. اول حاجة مقادير الكيك تاعنا اللي هي دوك نقولهم لكم و ميم طون راني نخدم. عندي 3 بيض، نص كاس سكر، نص كاس زيت زوج مغارف كبار عسل، والحلاوه هنا تجي معتدله، كاس حليب، زوج كيسان كاكاو مقلي ومرحي شويه خشين، زوج كيسان وشوي بسكويت بذوق الفاني، وخيرو بسكويت يكون الكو تاعو مليح، كيس ونص خميرة حلويات فاني ومبشور ليمون، والعصير تاعها اختياري. نبدا اول حاجه في ريسيبيون ندير 3 بيضات بحراره الغرفه، نزيد لهم شويه فاني ونزيد لهم السكر، ونجيب الباتير نميكسي نباتي البيض تاعي مع السكر كما راكم تشوفوا حتى نحس بلي السكر ذاب شويه. هنا نجيب الزيت نضيفه بشوي كما راكم تشوفوا، ونكمل نباتي المكونات مع بعضهم. ومن بعد نجيب العسل، عندي زوج مغارف كبار عسل، نخلط المكونات مع بعضهم. وهنا في هذه اللحظة نضيف الحليب، ومن بعد نجيب كاس ونبدا نعمر الكوكاو. عندي زوج كيسان كوكاو مقلي ومرحي خشين شويه ما يكونش ناعم. نضيف الكاس الاول ونزيد نضيف الكاس الثاني. كالعاده نخلط المكونات مع بعضهم قبل ما نضيف المكون اللي بعده. هنا نجيب الكاطو تاعي اللي كنت رحيته ناعم كما راكم تشوفوا. عندي زوج كيسان، بصح اذا كان البيض تاعكم كبير تقدر تزيد دير لك اكثر من زوج كيسان. كما انا هنا ضفت زوج كيسان وخلطت المكونات، ومن بعد حسيت الخليط مازال شويه جاري، زدت ضفت زوج مغارف كبار تاع كاطو. كما راكم تشوفوا هنا حسيت باللي مازال يحتاج، زدت ضفت زوج مغارف كبار تاع كاطو. وهنا نضيف ليزاز تاع القارص، ونزيد نضيف جو تاع حبه قارص اختياري، تحبي تضيفيه تحبي ما تضيفيهش. انا هنا لانه حبيت هذا الكاطو يكون بذوق الليمون. ونخلط المكونات مع بعضهم كما راكم تشوفوا. ومن بعد نجيب المول اللي راح ندخله للفرن. عفوا قبل ما نسيت اهم خطوه واللي هي خميره الحلويات. هنا عندي كيس ونص تاع خميره الحلويات، ونخلط المكونات هكذا كما راهم. ومن بعد نجيب صينيه اللي راح ندخلها للفرن، ندير عليها بابي كويسون نضمن انه ما تلصقليش، ونضيف الخليط تاع الكيك تاعنا. اذا حبيتو يجي السمك تاعو شويه خشين تقدروا ديروا صينيه قل من الصينيه هذه اللي درتها انا. نسيي نديرها مستوى واحد ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه، وندخلها فرن مسخن مسبقا درجه الحراره 180. ما يطولش في الفرن 10 دقائق لا اكثر. ثم ينشف، اثقبي بالكرتون كي تشوفيه نشف خلاص خرجيه. ننتقلوا للكريمه اللي هي 4 كاس عصير ليمون، نضيفوا عليه 4 كاس تاع ما بارد، تما
نص كاس مخلط بين عصير ليمون وماء بارد. عندي كاس بودرة شونتيي. نطلعو بالباتر حتى نتحصل على كريم حكمة روحها. ومن بعد نضيفو 70 غرام تاع مارغرين اوبلين. من الافضل تكونوا خرجتوها من قبل في الثلاجه باه كي تجيو تميكسيوها ما تعييكمش وما تسكتلش، راح تعطيها قوام وبنه للكريم تاعنا كيما راكم تشوفوا. هنا نضيفها على هذيك لاكريم شونتي ونخلطها معاها حتى نتحصل على كريمه متجانسه. هاي ليكم لاكريم اللي نتحصلوا عليها. نحي منها شويه، هذاك الشويه اللي نحيه نزيدلو لاروم تاع القارص باه يمد لون ويزيد يمد نكهه باه نزين بيه. كيما راكم تشوفون نحي شويه برك. وهنا نخرج الكيك تاعي من الفرن بعد ما كان نشف كيما راكم تشوفوا. نحي الجوانب هكذا، اذا تحبوا تخليوهم تزينوا بهم، اذا تحبوا تتبعوا طريقه التزيين اللي راح نديرها انا. لازم الكيك تاعنا يكون بارد باه تبداو تزينوا به باه ما تفزتش هذيك لا كريم اللي درناها وما تسيحش. هنا نديمو ليه ونحي هذيك البابي كويسون كيما راكم تشوفوا. انا خليته يبرد باه ديموليتو باه ما يتعبنيش وما يسقليش. وهنا نعاود نرجو على وجهه باه نزينو. شوفوا انا كي درت في هذه الصينيه، شوفوا السمك اللي عطاني مليح. اذا حبيتوه اخشن من هكذا قلت لكم تقدروا تستعملوا صينيه صغيره. هنا هذيك لاكريم اللي نحيتها وزدت لها لاروما نخلطها معها مليح، والباقي نطاليها فوق الوجه تاع الكيك تاعي كيما راكم تشوفوا. ندير كوشه مليحه نطاليها مليح مليح. ونليسيها مليح كيما راكم تشوفوا. ومن بعد هذيك لاكريم اللي درت لها لاروم تاع القارص نديرها في اون بوش ولا ما على باليش انا، نديروها في اون بوش. ومن بعد نديرو هكذا خطوط هذيك لاكريم. حاولت انا نتحصل على شكل انه ندير هكذا دي زيكزاك نكاسي بين لاكريم البيضاء ولاكريم الصفراء. والتزيين يبقى اختياري، تقدروا تزينوا غير بالمعجون وهذوك الزوائد اللي كنا نحيناهم. ويعني التزيين يبقى اختياري، كل وحده واش والذوق تاعها، كل وحده واش متوفر عندها. هاني هنا انا درت خطوط بهذيك لاكريم اللي كنت ضفت لها لاروم ودرت هكذا زيكزاك وخلاص. وهذه هي الوصفه تاعنا واجده، نقطعها معكم. من الافضل تخليوها تبرد مليح بهذيك لاكريم من الفوق تشد روحها باه تقطعوها. وصدقوني هذا الوصفه راح تولي لكم ادمان. وكما راكم تشوفوا سهله خفيفه ما تاخذش بزاف وقت وبزاف بنينه. ما كانش لي ماش راح تعجبوا. تقدروا ديروها في الحفلات في النجاحات. ما تنساوش تخليوا لي جيم وابوني وتفعلوا زر الجرس باه يوصلكم كل جديد الوصفات. وشهية طيبة.